إسماعيل ياسين أبو ضحكة جنان، صاحب أكبر بق في مصر والعالم، صاحب الأفلام الكوميدية والمواقف الغريبة اللي وصلت للملك شخصيا. أيوة وصلت للملك، وليه قصة أغرب من الخيال مع إسماعيل ياسين. إسماعيل ياسين فنان ومولوجست، كان بيعمل المونولوج من أبو سعيد الأبياري ب4 جنيه، اشتري النقد من عبد الغني النجدي بجنيه واحد. 1950 الملك فاروق عمل حفل خيري لصالح مبرة محمد علي، وطلب الملك شخصيا إسماعيل ياسين، والدعوة كانت لكبار رجال الدولة في مصر والفنانين. أول الملك لما شاف إسماعيل ياسين قال له سمعني آخر نكتة يا سمعة، وإسماعيل ياسين قال إيه؟ مرة واحد مجنون زي جلالتك كده. وما كملش إسماعيل ياسين انفعل عليه الملك وقال له أنت بتقول إيه يا مجنون؟ وإسماعيل ياسين حس إنه عك السنين، وإنه وقعته سودا ويومه مش هيعدي، وعشان يطلع من الموقف الزفت ده عمل نفسه واقع على الأرض، واقع ميت مغمى عليه. الملك شاف كده بعت للطبيب الخاص بتاعه يجي يشوف ماله. الطبيب كشف عليه وقعدوا يفوقوا، والملك أمر بنقله المستشفى للأمراض العقلية مع تحمله